بسم الله الرحمن الرحيم. يولد رجال الله حيث يولد الأمل من اليأس، حيث لا مكان إلا للقيم الفاضلة، بعيدا عن أي اختلاف يفسد علاقات المحبة. بالأمل العذب السامي، بالهمة بالإقدام، بالأمل العذب السامي، بالهمة بالإقدام، وبأننا خير هداة، وبأننا خير هداة في ذاكرة الأيام، الفجر الباسم قادم. هنا في دار اقرأ نبني مسلمين عالمين عاملين. يومنا الدراسي في دار اقرأ يوم العلم والعمل، يوم العبادة والطاعة. الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. وبما أن صلاة الجماعة تمثل اتحاد المسلمين واجتماعهم على هدف واحد، وهو الإحساس بأنهم عبيد الله تعالى، العاملون على طاعته، المنيبون إليه، الخائفون منه، والمقرون بربوبيته ووحدانيته. وعملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله تعالى. حرصنا في دار اقرأ أن يبدأ يومنا الدراسي بأداء صلاة الفجر جماعة بإمامة طالب من طلابنا، فطوبى لشباب الفجر الباسم. ولما كان القرآن الكريم أساس عقيدة المسلم، ويؤسس لقيام مجتمع يسوده العدل والأمن، ويهتم بصلاح البشر، وينهض بحالنا وبصلتنا مع الخالق، فقد كان أول وأساس مناهجنا التعليمية تعليم كتاب الله تعالى، حيث نبدأ بمدارسته حفظا وتلاوة. أفواه تشرب من وحي الرحمن، وربك يمنحها شهدا وحفاوى، فتزيد ورودا وتلاوى، وتراها عين الرحمن. هذا وقد تحركت همة طلابنا وطالباتنا للبدء بجمع علم السنة النبوية الشريفة إلى جانب القرآن الكريم، فعكف ثلة منهم على حفظ صحيح البخاري، وبدأ آخرون بحفظ الأربعين النووية، وأكرمهم الله تعالى بإتمامها. عساك ربي تكرمنا بتخريج دفعة من الحفظة لكتابك الكريم ولسنة نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم، وجمعا بين العلوم الدينية والعلوم الدنيوية، وحرصا على التميز في الدين والدنيا. فقد أكرمنا الله تعالى بالبدء بتعليم أبنائنا وبناتنا علوم الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية واللغة العربية، وبالطبع
اللغة الأيغورية. ولما كان الطلاب بحاجة دائمة للترغيب والتشجيع ورفع الهمة، كان لا بد من تكريم دوري للمتفوقين والمتفوقات، وقد شمل هذا التكريم تنظيم رحلات ترفيهية وتعليمية هادفة في الوقت ذاته. ومن فضل الله تعالى وتوفيقه أن من علينا بالمحاضرات الدعوية، والتي تنوعت ما بين العقيدة الإسلامية والإعجاز العلمي وتفسير القرآن الكريم. ولم تكن الأم المربية الأولى لجيل الإسلام غائبة عن مدرستنا، بل أبت إلا أن تشارك أبناءها وبناتها في طلب العلم الذي هو فريضة على كل مسلم. فهنيئا لك يا أم الأشبال. ولعل أروع ما يميز مدرستنا تطبيق مبدأ العمل الجماعي، تطبيقا لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. بدأ حلمنا هنا في غرفة صغيرة في مبناها، كبيرة في حفاظها. كان عدد طلابنا لا يربو على 10 طلاب، وبغير قليل من الجد والصبر والمثابرة والتضحيات، وبعون من الرب الكريم وبدعم أهل الخير، انتقلت مدرستنا لبناء مؤلف من طوابق 3: طابق مخصص لجمعية قتاد غبيلك وروضة البراعم الصغار، والطابق الثاني مخصص للبنين، الطابق الثالث مخصص للطالبات والأمهات. هذا وتطمح إدارة المدرسة لتعزيز المطالعة من خلال تخصيص قاعة للمكتبة وتزويدها بأهم الكتب باللغات الثلاث: العربية والأيغورية والتركية. كما نرجو مزيد العون من الله تعالى لافتتاح صالة رياضية ليمارس الطلاب مواهبهم الرياضية ضمن جو إسلامي محافظ على الآداب، ويستمر حلمنا ويكبر أملنا ويستجيب الكريم دعاءنا الذي استودعناه. لم يكن دعاؤنا دعاء أجوف لا يدعمه العمل، بل قرنا الدعاء بالعمل الدؤوب المستمر. وها نحن بتوفيق العلي العظيم وبمبادرة أهل الخير بدأنا دار الإسلام، دار الإيمان، دار الأمن والأمان، دار اقرأ الأيغور التعليمية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بتوفيق الله تعالى اليوم بتاريخ 2/6/2015 و15 شعبان 1436 هجري، وبدأنا بمشروع دار إقراء التعليمية. وهنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويتمنا بخير إن شاء الله. Hürmetli qarindaşlar, bugün 2015 6 ayının 2 günüsü Oku Uyghur Bilik Yurtu'nun binası quruluş başlanış aldı turuptu. Mana inşallah bugün kolaşını başlayımız. Allah subhanahu ve taala bu Uyg'urlarning chet eldagi tunji Uyg'ur maktabi hisoblanadi. Allah'dan bu maktabimizning bir xayrlik bo'lib, Uyg'ur musulmonlarninki ma'rif ishlarida bir avangardlik rolni o'ynashni Allohdan tilaymiz. Allah subhanahu ve taala hammalarni muvaffaq qilsin. ندعو الله تعالى بدعوات نرجوها خالصة صادقة تدق أبواب السماء أن ييسر لنا العسير، فرسالتنا رسالة شاقة تتطلب التضحيات الجسام لنحيل الحلم حقيقة. يا إخوة الإسلام سيروا إلى الأمام،
بالعزم والإقدام بصحبة القرآن. هيا اهتفوا يا إخوتي، استيقظي يا أمتي، يا إخوة الإسلام سيروا إلى الأمام بالعزم والإقدام بصحبة القرآن. النور في أيدينا وربنا يحمينا، قرآننا يهدينا في ساحة الإيمان. وبعد فترة تطول أم تقصر، نرجو أن تصلح المئذنة في دار إقراء بالتكبير والتهليل، ونعلن للعالم أجمع أنه على الرغم من المحن الجلل التي تعترض مسلمين في تركستان وفي كل مكان، فإن الله تعالى يعبد على رغم من رغم، والصلوات تقام، والدعوات تصعد إلى السماء، والمؤذن يكبر الله أكبر، والأمل يحيا في النفوس، ويسطر التاريخ يا أمة الإسلام. نحن دعاة الفجر الباسم. الفجر الباسم قادم من قلب الليل الجاثم. الفجر الباسم قادم من قلب الليل الجاثم. وربيع الأمة آت من بعد شتاء قاتم. الفجر الباسم قادم. الفجر الباسم قادم من قلب الليل الجاثم. الفجر الباسم قادم من قلب الليل الجاثم. وربيع الأمة آت من بعد شتاء قاتم. الفجر الباسم قادم بشباب صلوا الفجر، برجال باعوا العمر. بشباب صلوا الفجر، برجال باعوا العمر. بشيوخ كانوا شعالا في الليل تشع الفكرى. الفجر الباسم قادم ببنات طبن صفاء عطرا طهرا وحياء. 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 بنساء عشن حياة لله وكن ضياء. الفجر الباسم قادم. الفجر الباسم قادم من قلب الليل الجاثم. الفجر الباسم قادم من قلب الليل الجاثم. وربيع الأمة آت من بعد شتاء قاتم. الفجر الباسم قادم.